العزلة والتهميش وجهان لعملة واحدة ضواحي القطب الصوفي مولاي عبد السلام. قرى الدشيار بومديل تزغلوت توجد وسط تضاريس جبلية وعرة. نحن هنا في طريقنا إلى دوار تزغلوت، صادفنا نساء يحملن الحطب ويتحملن قساوة العيش، والصورة تقول كل شيء. بساعة ونص الطبيب علينا بعيد، إلا كنت المرة السبع مسكينة حولها السبع في الطريق ويمشى مع الدباع عاد الوصل، السوق ساعة ونص، ساعة ونص هذه الطريق ما نمشيو. والغابة هذه لا شو نجيبوا هذا باش نسخنوا عليها ونقعوا عليها الخبز. القرى الثلاث التي زرناها محاصرة بواد يعزل الساكنة عن المحيط الخارجي في فصل الشتاء، في غياب قنطرة تقيهم قساوة الطبيعة. أغلب الساكنة تتنقل على الدواب أو مشيا على الأقدام. حنا نطلبوا هذاك عاد الطريق هي اللوليه، هي ما نجبروش حتى ما ناكلوا مره ما نجبروش باش نجيبوا بالطحين ملي نقوزوا الطحين ملي نقوزوا على اللي بغى يطلع على الجبل ويشوف ملي ماشي يقوز ويا هذيك يقوز. اما من هنايا الطريق اللي عندنا حنا قريبا هنا ما كاينش. ما هو الحل؟ طرحنا السؤال على رئيس جماعة تزروت فوجدناه غارقا في محنته هو الآخر. بالنسبة إليه الجماعة فقيرة. المرافق باقي المرافق الصحيه لا التعليم لا الصحه لا للجماعه بالنسبه لهم راه ابعد نقطه من 18 كيلومتر. الناس في واحد العزله، الامل كامل في واحد الطريق انها تكون طريق معبده، طريق فيها قنطره باش يمكن الناس يقضيو الامور ديالهم، سواء الامور ديالهم اللي كتعلق بالاداره ولا الامور ديالهم اللي تتعلق بالخدمات الاجتماعيه الاخرى. إذن الآمال معلقة على طريق مستقبلية ضمن البرنامج الوطني الثالث للتجهيز الجماعي. حكاية معاناة الساكنة وقصص الضحايا من النساء الحوامل والحالات المرضية العاجلة التي كان غياب الطريق سببا في إزهاق الأرواح يمكن إنقاذها لو توفرت سيارة للإسعاف وقبلها طريق معبد.